ترافيس سكوت وإثارة الجدل حوالين الحفلة اللي أعلنوا عنها إنها هتحصل هنا في مصر. ويا ترى الحفلة اتلغت ولا لأ؟ هنعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل. من ساعة ما أعلنوا عن الحفلة بتاعت مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت هنا في مصر، وفي حالة جدل كبيرة جدا على الموضوع، وناس كتيرة جدا رفضت مجيه مصر وإن هو يعمل حفلة في مصر. الحفلة بتاعت ترافيس سكوت هتتعمل عند سفح الهرم يوم 28/7. وطبعا اعتراض الناس لان دي حاجة بعيدة عن تقاليدنا وعن عاداتنا كمصريين، ولان المطرب ده في حواليه شغب كبير جدا وكلام كتير جدا ان هو من عبدة الشيطان والعياذ بالله، وان هو ليه طقوس غريبة كده في الحفلات بتاعته، وليه تصرفات زي تصرفات الماسونية. والجدير بالذكر ان هو في 2021 كان عنده حفلة في تكساس، والحفلة دي اتوفى فيها اكتر من 8 اشخاص نظرا لتكدس الحفلات والتدافع الناس، ولان كمان بيقولوا ان هو بيشجع الناس ان هي تخترق الحواجز الامنية، وبالتالي بيحصل تدافع كبير جدا من الجمهور، وان الموسيقى الصاخبة اللي هو بيستخدمها في الحفلات بتاعته بتدخل الناس في مود حاجة كده زي الاوفر دوز، كأن حد بياخد حاجة أو بيتعاطى حاجة، ونتيجة للمود اللي بتدخل فيه الناس بيحصل حالات وفاة وبيحصل حالات تشنجات في الحفلات بتاعته. لما توفى أكتر من 8 أشخاص في الحفلة اللي كانت في 2021، الجمهور كله فضل يطالب بأن الحفلة تقف، وهو ما كانش عايز يوقف الحفلة. ولما الجمهور أصر على أن الحفلة تقف، وقف الحفلة لمدة 2 بس، وكأن ما حصلش أي حاجة ولا كأن في ناس ميتة. والجدير بالذكر ان في يوم من الايام وكان عنده حفلة برضو، ان في طفل من ساعتها من 2020 لحد النهاردة وهو في غيبوبة، واهله بيطالبوه بتعويض ناتج عن الغيبوبة اللي حصلت لابنهم. عندنا السلطات المصرية او نقابة المهن التمثيلية طلعت ترخيص للحفلة دي، وبعد ما حصلت ضجة على الموضوع قالوا لو الجهات الأمنية رفضت الحفلة احنا هنسحب الترخيص مرة تانية. ونسيت اقول لكم الجدير بالذكر ان التذاكر بتاعة الحفلة اتباعت في اقل من 10 دقايق، مع العلم ان سعر التذكرة بيعدي 6000 جنيه. ودي حاجة غريبة جدا ان في اقبال برضو من شريحة كبيرة من شبابنا على الحفلة دي، مع ان الحفلة دي فيها خطر كبير على شبابنا بسبب الطقوس اللي بيمارسها المغني ده او الشوشرة في حياته حوالين المغني ده. ومن ساعات قليلة طلع المنسق للحفلات او المسؤول عن تنسيق الحفلات مع الاعلامي عمرو اديب في مداخلة تليفونية، وقال انا لو عليا الغي الحفلة بس الموضوع مش بايدي، وكل واحد قاعد يرمي الموضوع او القرار على جهة معينة. مع العلم ان المفروض ان قبل ما النقابة الموسيقية تدي ترخيص عن اي حفلة، المفروض تعمل زي بحث عن المطرب اللي جاي من اي دولة تانية علشان يغني هنا في بلدنا. والجدير بالذكر ان مدير اعماله نزل بوست على صفحتهم وقال ان لحد النهارده محدش قال لنا ان الحفله مرفوضه وان مفيش حفله او الحفله اتلغت. طب انتوا مستنيين ايه عشان تلغوا الحفله؟ ليه كل حد بيرمي الموضوع على جهه تانية معينه؟ الموضوع مفيهوش كلام ولا فيه جدال، احنا شبابنا مش ناقصين، عندنا شباب كتير تايه وضايع، مش ناقص ان تيجي حاجه زي دي تحط عليه اكتر ما هو الظروف كلها حط عليه. يعني الحفلة دي في وقت زي ده في مكان زي ده لشخص ليه طقوس غريبة زي ده وراه علامة استفهام كبيرة جدا. يبقى احنا ليه نحط نفسنا في حاجة زي دي ونجيب ناس تعمل عندنا حفلات هي خارج عاداتنا وتقاليدنا، وحاجة ممكن تودي شبابنا في سكة الله أعلم هي ايه. فلحد دلوقتي مفيش خبر اكيد ان الحفله اتلغت، عشان ما حدش يطلع يقول ان الحفله اتلغت. لحد دلوقتي مفيش خبر اكيد انها اتلغت، لان كل حد بيرمي المسؤوليه او كل جهه بترمي المسؤوليه على جهه تانية. نتمنى ان الحفله تتلغي، لان احنا مش ناقصين وشبابنا مش ناقص ان حاجات غريبه زي كده تحصل وتتاثر بيها شبابنا.
لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.